اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة. يا رب تكونوا بخير. احنا لسه مكملين في سلسلة فول فيتشر فروم سكراتش. في فيديو النهاردة احنا هنعمل الستيت باستخدام الريفر بود. بس قبلها كان في نقطة نسيت اعملها في الفيديو اللي فاتت، وهي الانجكشن الديبندنسي انجكشن بتاع الاجزاء اللي احنا عملناها. بنعملها ازاي؟ لو انتوا فاكرين الباكج بتاعت انجكتابل، هي يعني بتوفر لنا الموضوع ده بطريقة لذيذة جدا، ان احنا نقدر نيجي هنا نقول له at lazy singleton injectable. كده انت عملت الانجكشن بس بكل بساطة. تيجي لحاجة زي البرودكت ريبو، هنا تقول له at injectable وتقول له as ماشي، هو بس ايوه، تقول له as products repo. انت كده عملت الانجكشن خلاص. ونفس الكلام للداتا سورس، هنيجي هنا نقول له add injectable as remote data source. بس كده احنا عملنا الانجكشن. هنرن سطر البيلد رانر تاني، هيكون الانجكشن خلص خلاص بكل بساطة. فخلونا نخش بقى في جزئية الستيتس. هنيجي هنا في البرزنتيشن، هنا نعمل فايل هنسميه البرودكتس بروفايدر. تمام. هنا هنعمل ايه؟ هنعمل هنا كده هنعمل هنا كده ايه بروفايدر او ريفر بود بروفايدر. بيبقى ايه فيتش برودكت يوز كيس، وهنسميها هنا فيتش برودكتس. تبقى بتاخد مننا ريف دي بنعمل لها امبورت من الريفر بود. بس معلش لحظة. حلو، بس هي في مشكلة في الامبورتات في البروجكت. تمام. وهنا هنيجي نقول له return di of fetch sorry fetch products use case. تمام، هنعملها له كده. تمام، import di. وهنا الريف هيبقى هو في مشكلة، وهنا at river bot في مشكلة في الامبورتات. فانا بس هجيب الامبورتات وارجع لكم. تمام يا شباب، هنا كده بعد ما جبنا الامبورتات حلو جدا. بعد ما جبنا الامبورتات كده، الجزء ده كده خلص في الحتة دي. او لا، ناقص جزء ان احنا نضيف موضوع البارت، ان هو يبقى فيه فريزد وجنريتور هنا. وكمان هنضيف له بارت زيادة هنا كده، اللي هو بارت البرودكتس ستيتس دوت دارت. ونيجي هنا هنعمل فايل تاني نسميه products states دوت دارت. نقول له ده part of products provider. وهنا هنعمل freezed class هنسميه ال products states. حلو جدا. هو هنا كده بس نشيل الحاجات دي، احنا الامبورتات دي مش محتاجينها هنا. تمام. لما نعمل import للفريز ده هيتعمل ده import في البرودكتس بروفايدر، بما ان هما بارت وبارت اوف. وهنبدأ نعمل الستيتس بتاعتنا. هنا هنبدأ نكريت الستيتس. احنا بنشيل الفروم جيسون ده خالص. وهنا بيبقى عبارة عن ان احنا هنقول له products states دوت هنا initial، ونقول له هنا initial. برضو يعني هكريت بقية البروتس او عملها خلاص. يعني كنت هعملهم واجي ارجع لكم. تمام. هنا الانتيتي نعمل لها import، وهنا نعمل لها import. ونبدأ برضو هنا في الستيتس نبدأ نعمل الميثود اللي احنا هنقول بيها ال API. تمام يا شباب، هنيجي نعمل زي فريزد كلاس تاني كده شبهه، بس هنقول له هنا البرودكت ستيتس نوتيفاير، وهنشيل كل الأجزاء دي. حلو كده. وهنا نقول له ريفر بود. تمام، وهنشيل كل الكلام دوت. وهنيجي هنا هنقول له البيلد ميثود. ايوه بالظبط، هو هي اوفر رايد البيلد ميثود. تمام، انا بحب اخليها كده.
تمام يا شباب. هو لما يجنريت هتلاقي البيلد ميثود دي ما بقتش جايبه الايرور ده يعني، او الورنينج ده. ونيجي هنا نقول له future of void fetch products ماشي async. حلو جدا. الاسync هنا هنقول له تمام، هنقول له هنا state equal products state dot loading. حلو جدا. ونيجي بعد كده نقول له final use case equal ref dot read ال products provider. هو احنا سميناها fetch products provider، سوري، تبقى fetch products provider مش use case provider. حلو جدا. وهنا تمام، هو محتاج import، خلينا نروح نجيبه واجي على طول. شباب هي تقريبا مش محتاجة import، هي محتاجة بس نرن الجنريت. فخلونا هنا نيجي بعدها نقول له final result equal await use case dot fetch products. تمام. او اقول لكم خلينا بس ايه نجنريت السطر بتاعنا علشان هيبقى فيه كذا ايرور هنا بسبب الجنريشن. خلونا نرن السطر بتاعنا. حلو جدا. في المفروض فايلات كتير اتعمل لها جنريت، او ممكن هو ادى ايرور بسبب الايرورز اللي عندنا. طب خلونا نقفل الكلاس دوت كده. سوري، خلونا ان احنا نعمل له كومنت كده بس علشان يجنريت الدنيا وبعديها نرجعه تاني. رجعت لكم بعد ما عملنا جنريت لأجزاء كتير. هنا الدنيا هتبقى أفضل شوية. وهنا في شوية ايرورز هتبقى لسه موجودة بسبب الجنريشن برضو. تمام، خلونا نجرب نجنريت تاني. تمام، ايوه الجنريشن كده ظبط الدنيا. وهنا ال fetch products notifier، سوري كانت دي اف كابيتال. تمام، هنيجي هنا نقول له final result equal await use case dot call، او حسب ما انت مسميها. هنا احنا مسمينها fetch products. وبعد كده هنقول له ال result dot fold في الفيلير. الستيت هتساوي او دي زي الاميت في الكيوبيت كده، هتساوي الايرور. وهنا هتساوي السكسس في حالة السكسس او في حالة الرايت. كده تقريبا الدنيا تمام. وبس ممكن نشوف الايرور ده. مش متأكد، ممكن يكون حاجة تبع الجنريشن برضو. فخلونا نجرب نعمل جنريت تاني للدنيا، علشان لو الكلاس دوت محتاج اي حاجة يتعمل لها جنريت. تمام، هو مدي هنا ايرور بيقول لك ال auto dispose notifier can't be used as a mixin because it extends a class other than object. هل انا مش متأكد صراحة هل هو بسبب ان هو هنا في نفس الفايل ولا في حتة هنا محتاجة تتظبط. تمام يا شباب، معلش انا عرفت ايه الايرور. هو هنا دي المفروض تبقى extends مش with، او لما حطينا extends الدنيا ظبطت، هي بس كانت مشكلة صغيرة. تمام، كده احنا خلصنا الدنيا كلها كده. عملنا الستيت بتاعتنا هي شبه الكيوبيت يعني، والكلام ده كله. بس ريفر بوت بتبقى احسن شوية، ويعني حاجة ما بنستخدمهاش كتير، ممكن يكون مش كلنا بنستخدمها. فحبيت ان انا اكون بستخدمها هنا، ويعني واوري الناس ازاي تقدر تستعملها.
في الفيديو اللي جاي هنجرب نعمل تيست للبروسيس دي كلها بقى. هنكتب التيست وهو اللي هيقول لنا الحاجة دي شغالة ولا لا، زيه زي اليو اي يعني. بس التيست بيبقى اسرع شوية، هو هيرن التيست، هيجيب داتا هيقول لنا، بس ما جابش داتا هيقول لنا ايه الايرور ونحله والدنيا تمام. اسرع من ان احنا نعمل يو اي او ان كاريت يو اي وهكذا. شكرا لان انت وصلت لاخر الفيديو. استنانا في الفيديو اللي جاي هنعمل فيه تيست مع بعض. شكرا.